لو بتقول نفسي انجح يبقى فاضل لك خطوة واحدة وتبقى فاشل رسمي. كل الناس بتحلم، كل الناس عايزة تنجح، بس كام واحد فيهم بيحسبها؟ الفرق بين الناجحين والفاشلين: الفاشل بيحلم ويستنى الفرصة تجيله، اما الناجح بيحسب خطواته زي المهندس وبيخلق الفرصة بنفسه. تعال بقى اقول لك على امثله من ارض الواقع. مثلا اللي فتح مشروع من غير خطه مفصله، دخل فيه باندفاع وخسر وطلع يقول السوق وحش. اللي درس المنافسين وحدد السوق المستهدف وعمل حمله تسويقيه ب 500 جنيه بس وكسب 50,000 جنيه. اللي اشتغل 10 سنين موظف وفضل يستنى الترقية، واللي بدأ جنب شغله مشروع جانبي وبعد 3 سنين استقال وهو بيكسب أكتر من مديره. 3 خطوات تخليك تحسبها صح وتنجح. اكتب حلمك بالأرقام. عايز تعمل مليون جنيه؟ طب منين؟ محتاج تبيع كام منتج؟ بكام؟ هتسوق ازاي؟ وميزانيتك قد ايه؟ لو مش عارف تجاوب على الأسئلة دي يبقى حلمك لسه خيالي. ابدأ بتجربة صغيرة قبل ما تغامر بكل حاجة. عايز تفتح مطعم؟ جرب تطبخ وتبيع اونلاين الأول. عايز تشتغل في العقارات؟ جرب تسوق لشقة واحدة كسمسار قبل ما تستثمر ملايين. اتعلم تبيع، لأن الفلوس في البيع مش في المنتج. مش مهم منتجك جامد قد ايه، لو مش عارف تسوقه وتبيعه يبقى زي قلته. النجاح بيساوي 80% تسويق، 20% جودة منتج. الخلاصة: الحلم لوحده يوديك للهاوية، لكن الحسابات هي اللي ترفعك للنجاح.